نقدر نقول ان الاهلي النهارده كسب بيراميدز السوداني. وانا بقول ليه بيراميدز السوداني؟ لان ليه بيراميدز السوداني هقول ده؟ لك ليه انا بقى. عايز افهمها بقى. لان اداره نادي بيراميدز يا عمرو من ساعه ما حدد موعد المباراه وهم عملوا زي اداره نادي الهلال السوداني، ازمات ازمات وبيانات وبيانات وبيانات، داخلين يعترضوا على مش حق التحكيم. شرعي ولا مش حق شرعي ايوه يا دي؟ عمرو، بس هم ايه النتيجه؟ النتيجه ايه؟ النتيجه ان هم خلوا اولادهم لاعيبتهم النهارده نازلين الملعب منتهى العصبيه. شفنا 8 انذارات للاعيبه نادي بيراميدز، ولو كان في وقت ثاني كنا نشوف حالات طرد كتيره جدا لا في بس الملعب. الطرد حصل للاهلي مش اه، ما انا لبيراميدز. عارف، بس 9 حالات يعني انذارات كتيره قوي للعيبه. يعني بيراميدز يعني تقريبا كان باقي احمد الشناوي بس ما خدش انذار، وعبد الله سعيد طلع مصاب، الباقي كلها خد انذارات، حتى سامي عيسى اللي كان لسه نازل. فانا شايف ان اداره نادي بيراميدز للاسف الشديد خدت نهج سيء جدا مع نهائي الكاس. شغلت الراي العام كله بقصص لا طائله لها، تهديد بالانسحاب الاستثمار، وده ما كان امر مرفوض جدا ان هم يهددوا بسحب الاستثمار لمجرد ان الحكم مصري وكده. وده كان امر كان مزعج جدا. هم بالفعل طب دخلونا انا في ازمات ممكن كبيره ارد كده. عليك؟ لان عمرو انا هي اخد الفكره بس طرف الفكره إيه؟ انا لا بيراميدز. بس لا انا الفكره بيراميدز بس. ارد انا بس عليك. قبل اقول لكم، بس عايز اقول لكم بس ان بيراميدز والزمالك اخر 3 مباريات لبيراميدز والزمالك، بيراميدز ما طلعش حكام الزمالك اجانب. ماله بالكوره؟ لا، انا يا عمرو بضرب مثال بس، ان بيراميدز مع الزمالك اخر 3 مباريات كان حكام مصريين. مباراه الزمالك وبيراميدز اخر مباراه كان حكم محمد عادل وانتهى 0-0 في الدوري. كان قبليها الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس مصر، وبيراميدز كسب 4-3، كان الحكم محمود البنا. الزمالك وبيراميدز الزمالك كسب 1-0، كان ابراهيم نور الدين. تمام. وما شفناش خلصت ازمه ولا كلامك. اعترضوا ولا قالوا مش عارف عايزين حكم اجنبي قدام الزمالك ولا اي تمام حاجه خالص. تمام. جم المره دي بقى فاجئونا بقى قبل المباراه باسبوع، عشنا دراما وانسحاب استثمار ومش عارف حكام اجانب ومش عارف ايه وبتاع وقصص لا تطاق. المشكله دي اثرت بطريقه مباشره جدا جدا على لعيبه بيراميدز، خلتهم نزل الملعب النهارده كان منتهى العصبيه. شفنا رمضان صبحي في بدايه المباراه كان لعيب عصبي جدا جدا جدا، وعمل اكتر من فاول صعب جدا مع لعيبه النادي الاهلي. كان ممكن ياخد طرد بدري جدا، يعني كان ممكن عمل مع رامي ربيعه كره صعبه جدا، وبعد كده عمل فاول تاني مع لعيب تاني في النادي الاهلي. كان ماشي واضح عليه العصبيه. ماشي. فانا بقول لكم ان اداره نادي بيراميدز عملت نفس النهج اللي عملته اداره نادي الهلال السوداني قبل ما تلعب النادي الاهلي، تحتج على التحكيم وتحتج على ارضيه الملعب وتحتج مش عارف على ايه، والنتيجه الاثنين خسروا. الاهلي طلع الهلال السوداني من دوري ابطال افريقيا، وحرم بيراميدز من كاس مصر. اتفضل يا عمرو. تمام. كلام جميل جدا وحلوه الفكره اللي قالها علاء دي، ان شبه اداره بيراميدز باداره الهلال السوداني. بس انا عايز اقول سواء الهلال سواء بيراميدز هم ليه بيطلبوا حكام اجانب؟ لان عارفين ان الحكام بيظلموا الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي. طب ده اخر الموضوع. طب اخر مباراه ثانيه بحكم واحده اجانب بس يعني كسبت اكمل لك. 0. لا، ثانيه عشان واحده. بس عشان نطلع على طول. اخر مباراه اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز بحكام اجانب، هي كسبت 0. طب هم ما اعترضوش؟ والحكم النهارده اكسب ضربهم. اكسب الحكم بحكم. الحكم ضربهم ضربه جزاء الاهلي ما حسبهاش. ضربه جزاء لا، للاهلي. انا بقول لك يعني ده فيها كوره تخطط المرمى والحكم ما فين حسبهاش التحتيه. ولا رجع للفار ولا حد خلينا في الكوره قليل، حسب ضربه جزاء مباشره يا عمرو ورجع فيها. اي بص. ضربه والحمد الجزاء لله اللي ان في رجع فار. فيها جاء الفار والحمد لله. ووضحها. انا اشوف عمرو لو انت كنت ضد فكره الفار دي، بس الحمد لله ان الفار كان موجود. اه طبعا طبعا مهم جدا الفار انه يرجع. مش هنتقدم خطوه ونرجع خطوه لورا. بالظبط الفار بالظبط. لازم يستمر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان بيراميدز النهارده اتظلم تحكيميا جدا، لكن يا بعيدا عن التحكيم وبعيدا عن ده الاهلي اللي فاز استحق. انا بتكلم بمنطق. الاهلي طالما فاز هو استحق، والاهلي لعب على المكسب. بيراميدز بشكل عام انا شايف خسارته بسبب باتشيكو مدرب فقير فنيا. انا من وجهة نظر باتشيكو النهارده انت بتلعب النادي الاهلي في نهائي كاس، لازم تلعب مهاجم. انت بتدافع، قاعد يدافع لغايه الدقيقه 75. لغايه الدقيقه 75 الاهلي وبيراميدز ما شفناش هجمات حقيقيه، شايفين مباراه فقيره فنيا جدا. حتى الدقيقه 75 مباراه فقيره جدا لحد دقيقه فنيا. 72 لما من لحد دقيقه 72 لحد ما بيراميدز جاب الجول الاولاني. لغايه والاهلي 72 تعادل في 74. بدات من الدقيقه 72 يبدا نشوف نوعا ما في كوره. لكن بشكل عام ما ينفعش مدرب جبان، مع كامل احترامي لباتشيكو انا بعتبره مدرب جبان جدا، لانه لاعب الاهلي مدافع. بتدافع ليه قدام النادي الاهلي؟ انت عندك سكواد رائع، عندك لعيبه على الورق. سكواد بيراميدز على الورق اقوى من سكواد النادي الاهلي على الورق، لكن تعال على ارض الملعب الاهلي كان افضل. انا بكلمك بامانه شديده. بمناسبه باتشيكو يا عمرو بقى، دي باتشيكو بقى يا سبحان الله، يعني الراجل مشي من الزمالك لا بسبب قضيه القضيه ممكن.
النهارده يخسر لا لا برضه لا قدام مش الاهلي. لا 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 ما هو مش خسر نهائي دوري اول ابطال مباراه افريقيا. كانت ليه القاضيه دي ايه؟ اللي انتوا بتقولوا عليها القاضيه دي ايوه أول مش كان مباراة. سبب رحيله لا اول مباراه ليه ده. ايوه طيب يعني الراجل يعني اول مباراه يقود الزمالك فيها. طب اول مباراه اهلي وزمالك الراجل خد القضيه ممكن ومشي من متعه بقى، يرجع هنا عشان يرجع بيراميدز، يرجع مصر ويدرب بيراميدز أنا عشان ياخد ايه قضيه ثانيه. لا انا مش قاضيه ولا حاجه ده دي 105 يا عمرو، دي 105 مش مشكله. قضيه ثانيه. هو الماتش بيخلص قبل ميعاده مش ده لا ميعاد. ما دي قضيه، ما دي جول تاني ده نهى الماتش. بس تقعدوا تكبروا في الموضوع. كنتوا بتحزقوا طول المباراه. بس والله الراجل ده صعبان عليا والله. باتشيكو اي قذيفه جاءت يا باتشيكو. بس عايز اقول لك على حاجه. المره دي كانت اول مره كانت من وجدي قفشه، المره دي جت براس مين؟ راس حمدي فتحي. ماشي. برضه راجل موعود بالقضيه. ماشي بس عايز اقول لك على حاجه. باتشيكو يستحق ان يخسر في المباراتين لان الزمالك كان كفته اقوى من الاهلي في الماتش اللي انت بتقول عليه قضيه ممكن ده. الزمالك كان كفته اقوى وكان ممكن يكسب، لكن باتشيكو الجبان لعب مدافع برضه قدام الاهلي وخسر في اخر المباراه. نفس اللي حصل النهارده. باتشيكو الجبان لعب بطريقه دفاعيه قدام النادي الاهلي لانه مدرب جبان دافع. اي حد بيلعب قدام الاهلي يا عمرو بيلعب دفاع، اي حد بيلعب قدام الاهلي بيلعب دفاع. لا مش حاجه اسمها كده. كل الانديه بتلعب دفاع قدام النادي الاهلي. ايه يا عمرو؟ امال الخمسه والخمسه دول كانوا ايه؟ دول الخمسه وخميسه دول كانوا ايه؟ كانوا برضه بيدافعوا. الخمسه دي يا عمرو هو سان داونز كل مره اقول الخمسه اقول الخمسه اللي خدتوهم انتم من الاهلي يا عمرو. مبروك الخمسه والخمسه.